الممثلة الإنجليزية العالمية فيفان لي بعد نجاح فيلمها الشهير واللي اسمه ذهب مع الريح سنة 1939 دعتها السفارة البريطانية في القاهرة لتقديم عرض خاص في مصر. وبالصدفة يوم العرض كان الخميس الأول من الشهر، وده بيكون يوم حفلة أم كلثوم. الحفلة كان بيسمعها الجماهير من المحيط للخليج، واللي ما بيحضرش الحفلة كان بيسمعها على الهواء مباشرة من إذاعة القاهرة. المهم ناس كتير اعتذرت عن حضور حفلة فيفان اتعجبت جدا قررت تحضر حفل ام كلثوم هي كمان، لكن كل التذاكر كان تم بيعها كلها. واتصل السفير البريطاني على الملك فاروق عشان يتدخل ويتوسط لفيفان، وبالفعل وضع لها كرسي في الامام بجانب المسرح. ولما فيفان رجعت للندن سالها الصحفيين عن رايها في مصر، فقالت لهم ان هي شافت معجزه اكبر من الاهرامات وابو الهول، صوت ملوش مثيل، ودي اجمل حاجه حققتها في مصر. فيفان رجعت لمصر بعد كده 3 مرات عشان تحضر حفلات ام كلثوم في القاهره.